كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية لدور المجموعات من نهائيات كأس إفريقيا المنظمة بساحل العاج إلى غاية 11 فبراير المقبل. واختار الكاف 4 لاعبين مغاربة في التشكيلة المثالية لدور المجموعات، ويتعلق الأمر بكل من الظهير الأيمن أشرف حكيمي، والمدافع الأوسط نايف أكرد، ومتوسطي الميدان سفيان أمرابط وعز الدين أوناحي، فيما غاب حارس المرمى ياسين بونو رغم تلقيها لهدف واحد ودون حضور أي لاعب مغربي في خط الهجوم. وشهدت التشكيلة المذكورة حضور 3 لاعبين من المنتخب السنغالي فضلاً عن لاعبين من غينيا الاستوائية ولاعب واحد من كل من أنغولا والكونغو الديمقراطية. ونجح المنتخب الوطني المغربي في إنهاء دور المجموعات متصدراً للمجموعة السادسة بعد تغلبه على نظيره الزامبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الطرفين أمس الأربعاء على أرضية ملعب لوبرون بيوكو بمدينة سان بيدرو لحساب الجولة الثالثة والأخير من دور المجموعات من نهائيات كأس إفريقيا لمنظمة بساحل العاج. وبهذه النتيجة ضمن المنتخب المغربي صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، متبوعا بالكونغو الديمقراطية برصيد 3 نقاط التي ضمنت هي الأخرى عبورها للدور المقبل، فيما أقصي المنتخبان التنزاني والزامبي مع تأهل منتخب ساحل العاج ضمن أفل لمنتخب المحتلة للمراكز الثالث. اقرأوا المزيد.